تنافست أمس 5 مسلسلات وبرنامج على نسبة المشاهدة، حيث استمر طائر الرفراف في صدارته، فيما جاء ترتيب باقي الأعمال المعروضة في الفئة العامة على الشكل التالي. تسرب بعض من سيناريو الحلقة الثالثة لمسلسل الياقوت. المشاهد التي انتشرت قام فيها يمان بإعطاء خاتم الياقوت إلى الجد عمر، وأخبره أنه الآن أصبح من حق فرايا بما أنها سرقت قلب أخيه الكبير، كما قام بتهنئة فرايا وأتيش. أنا شفت الحلقتين، بعدين في الفيديو بعطيكم رأيي في قصة أتيش وفرايا. عكس المتوقع والمتعارف، قام أبطال مسلسل طائر الرفراف بالترويج لحلقة ليلة أمس بصور منفصلة، حيث قام مارت رمضان ديميل بنشر صورته وحيدا، ونفس الأمر قامت به أفرا سراتش أوغلو، كما أن والدة أفرا التي تعودت على الترويج للحلقة بصورة ابنتها وحبيبها قامت هذه المرة بتجاهل مارت ونشرت صورة ابنتها فقط، مما يكذب الأخبار التي انتشرت على أنهما ما زالا في علاقة ولم ينفصلا. ما فيني أعلق بما أني بكتب النص قبل صدور نسبة المشاهدة، بس أنتو خبروني بالتعليقات ترويجهم نفع ولا لا؟ انتقادات كبيرة تعرضت لها هزال كايا من المتابعين بسبب نفاقها وازدواجية المعايير عندها، وذلك بعد أن نشرت فيديو لبوراك دينيز بطل مسلسل شخص آخر الذي جاء لزيارتها في موقع التصوير مع تعليق: وردتي جاء لزيارتي. سبب الهجوم هو أن هزال دائما ما تقول أنها تدافع عن حقوق النساء والكثير من القضايا التي تهمهم، لكنها في المقابل صديقة لبوراك الذي رفعت عليه دعوى قضائية بتهمة التحرش والاعتداء على امرأة. لا، هزال عندها مشكلة بس مع الإسلام. تشاغلار أرطغرل يتنمر على الكثير من الممثلات التركيات، حيث غرد قائلا: بما أن عمليات التجميل منتشرة كثيرا، فأعتقد أنه يمكننا عمل مسلسل تركي مقتبس من العمل الأمريكي نيب تاك. أنا فكرت وأنتم عليكم التنفيذ، وإن كنتم مصرين ممكن أنا أقوم بدور البطل. والله بحب راتشيجو، يقصف ولا يبالي. أخبار خيانة أبطال مسلسل الياقوت ما زالت حديث الكل من الصحافة للمتابعين. هذه المرة قامت هيرا كوينجو أوغلو بمشاركة فيديو لها وهي ترقص على أنغام أغنية جاء فيها مقطع: لقد تعرضت للخيانة، الحب ليس هكذا، لكنها قامت بحذف الفيديو لاحقا. اتخنت، خليني أعمل ترويج لنفسي، ممكن يجيني عروض. كما كان متوقعا، ونور سعيد يران الذي انفصل مؤخرا عن مسلسل إخوتي ووقع عقد مع شركة الإنتاج OGM Picture لبطولة أحد المسلسلات الجديدة التي تجهزها الشركة لقناة ستار تي في. خبروني مين تكون شريكته؟ أمس التقت الصحافة الحامل إدا إيجي في محل الأطفال وسألوها عن كيف يمر الحمل. إدا قالت: لم آتي للتسوق من أجل نفسي، لأن جنس الجنين لم يتضح الآن، بل من أجل أصل إنفار التي سأزورها الليلة لكي نشاهد حلقة مسلسل شراب التوت. العمل عليه اهتمام كبير من الجميع، مو زي مسلسل التيزات. مسلسل روابط القدر سيبدأ عرضه ليلة السبت 30 سبتمبر، وبذلك سينافس كل من جبل القلب، متصدر الأسبوع، ومسلسل إخوتي. والتوقيف بالحلقة 5. قالت صحيفة الصباح أن الممثل نجاة إشلار بطل مسلسل عائلتي نقل إلى المستشفى وهو في حالة سيئة بسبب إفراطه في شرب الكحول. وأضاف الخبر أنه من الصعب أن يتمكن الممثل من اللحاق بتصوير الموسم الثاني من مسلسل العائلة. نجاة نفى الخبر عبر نشر صورة من موقع التصوير لفيلمه القادم لو الانتصار. لو ممثل آخر بصدقه، بس نجاة سكير كبير جدا. قناة مسلسل متوحش تصل إلى 100,000 متابع
بعد عرض حلقة واحدة التي وصلت لقرابة 3 مليون مشاهدة في 3 أيام. هلأ خلونا نرجع لأحداث مسلسل ياقوت. العمل بدأ بعبارة قصة حب مخفية، والكل اعتقدوا أن الكلام عن قصة فرايا ويمان لأنهم أخفوا علاقتهم عن العائلة، لكني أعتقد أن الكلام عن حب أتيش لفرايا من الصغر. لسبب ما هذا الحب كان من طرف واحد، وغالبا شيء متعلق بإعاقة أب فرايا. أتيش غادر وسافر بعيدا عن العائلة، والسبب غالبا أنه عرف بعلاقة أخوه مع حب طفولته، لذلك قرر الانسحاب من أجل سعادتهما. هلأ بكفي، بعدين منكمل لو استمر المسلسل وما خربوه بالترويجات الغبية. أوزغان دينيز ترند في تركيا بعد انتشار فيديو له وهو يتجول في مدينة ألاتشاي برفقة 10 حراس شخصيين. الجميلة أفرا من كواليس مسلسل طائر الرفراف. كواليس نجوم مسلسل شراب التوت خلف الكاميرا. هزال تورسان وييد كيرازجي من زيارتهم للأردن. Hi.